عين اليوم سويت حلوى تستحق تحجزوها الرمضان، وهسه تعالوا وياي نشوف المكونات والطريقة. واليوم استعملنا لهاي الوصفة عجينة الباف باستريو. هيئت قطعتين من هاي العجينة، خليتهم على ورق زبدة بقالب وقطعتهم إلى مربعات صغار مثل ما تشوفون. دخلتها بالفرن في تحت العين الفوقانية والجوانية، بس تكون النار هادئة لحد ما قسبت. وهسه خنسوي القشطة أو المحلبي، هي نفس طريقة المحلبي. بقدر أضيف صفار بيضة وأضيف فوقاهم كوب حليب وملعقة كبيرة من النشا وملعقتين إلى 3 سكر، طبعا كمية السكر حسب الرغبة، وملعقة كوب فانيلا. أنا أستخدم دائما الفانيلا السائلة. أخلطهم بشكل جيد وأتركه على النار مع التحريك المستمر لحد ما يثخن قوامه. وبالنسبة لعجينة الباف باستريو، احنا ليش قطعناها إلى مربعات صغار؟ حتى يسهل تكسيبها بالفرن. أحيانا الوجه مالتها يقسب بس البطن مالتها تبقى شوية عجينة، فلما نطلعها من الفرن ونفتتها إذا شفنا باقي يعني من عندها عجين نرجع للفرن لحد ما يقسب بشكل كامل. وهي هاي العجينة أصلا هي كلش طيبة، ولما نقسبها يكون لونها ذهبي، شكلها كلش حلو. وهنا بعد ما قسبت العجينة بشكل كامل وبعد ما كملنا عمل المحلبي راح نحولها إلى كاسات ونخليها على شكل طبقات. الطبقة الأولى من فتات العجين، ثم طبقة من القشطة، ثم فتات العجين، ثم طبقة من القشطة، وآخر طبقة هي فتات العجين. وطبعا هاي الحلوى هم يشبهوها بكيكة نابليون. كيكة نابليون هي كيكة كبيرة وتكون على شكل طبقات، بينما أنا سويتها بكاسات صغار بس هم على شكل طبقات. وهاي الوصفة مثل ما قلت لكم تستحق تحجزوها الرمضان، طعمها كلش طيب. أنا سويت كمية قليلة من باب التجربة، بس بصراحة كان طعمها كلش طيب وقالوا لي مشتهين بعد تسوينا من عندها.